مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في آخر الأخبار العاجلة. قبل أن نبدأ في الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تعلن تتويج المغرب بلقب كان 2025. أعلنت لجنة استئناف العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الثلاثاء هزيمة المنتخب السنغالي بالانسحاب من المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025، وذلك تطبيقا للمادة 84 من لائحة البطولة، وبالتالي فوز المنتخب المغربي بنتيجة 3-0. جاء هذا القرار بعد النظر في استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و 84 من لائحة البطولة القارية، حيث خلصت اللجنة إلى قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط التابعة للكاف. كما اعتبرت اللجنة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن مخالفات المادتين 82 و 84، وأن الجامعة السنغالية لكرة القدم خرقت المادة 82 من اللائحة من خلال تصرفات منتخبها، ليتم إعلان فوز المنتخب المغربي رسميا بعد انسحاب السنغال من نهائي الكان مع رفض جميع المطالب الأخرى المقدمة. وإلى جانب ذلك، أصدرت لجنة الاستئناف قرارات تتعلق بمخالفات أخرى شهدتها المباراة، وتم تعديل عقوبة اللاعب إسماعيل سيباري لتصبح الإيقاف مباراتين رسميتين مع تعليق مباراة واحدة وإلغاء الغرامة المالية البالغة 100,000 دولار. كما تم تخفيض غرامة الجامعة المغربية لكرة القدم المتعلقة بتصرفات المكلفين بجمع الكرات إلى 50,000 دولار، مع تأكيد مسؤولية الجامعة عن هذا السلوك. وفي الوقت نفسه تم تأكيد الغرامة المفروضة على الجامعة المغربية بشأن الدخول إلى منطقة مراجعة الفار والبالغة 100,000 دولار، بينما تم تخفيض الغرامة المتعلقة بحادث الليزر إلى 10,000 دولار. وقد تم رفض جميع المطالب الأخرى المتعلقة بهذه الأحداث. وفي الأخير إخواني أخواتي، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد.